طيب جاي لي سؤال بيقول لي انا عاوز ابدا في مجال الفويس اوفر، اعمل ايه؟ خلونا ناخد الموضوع من النهايه للبدايه. لو انت هتشتغل في مجال الفويس اوفر فانت محتاج يكون معاك ديمو ريل احترافي، اللي هو السي في الصوتي اللي انت بتقدمه للعميل. السي في الصوتي ده بيثبت مهاراتك في الفويس اوفر ايه، بمعنى صوتك تمام، ادائك تمام، بتعرف تلون في صوت، اختلاف النغمات بتاعتك، اختلاف الطبقات، بتعمل ممكن تكون بتعرف تعمل اعمار صوت مختلفة يفضل، ولكن مش دي الحاجة الاساسية بتاعتك. بتعرف توجه الاداء الصح للجمهور المناسب ليها، وهكذا اللي بنستخدمها في معادلة الاداء. طبعا الكواليتي بتاعت التسجيل بتاعتك دي لازم تكون احترافية، سواء انت بتسجل بنفسك في هوم استوديو او بالمايك بتاعك في البيت، فبتعرف تتعامل معاه وبتعرف تسجل صح، بتعرف تاخد تيك مظبوطة، بتعرف تتعامل مع برامج الهندسة الصوتية، فبالتالي انت بتطلع الكواليتي بتاعت الاستوديو من وانت في البيت. طيب خلصت الديمو ريل بتاعك الاحترافي وخلصت حوار التسجيل ده كله، انت عارف تسوق لنفسك ازاي؟ لو معاك يعني شقين من التسويق، معاك السوشيال ميديا ومعاك المواقع. طبعا الشكل الاحترافي الاكتر هو المواقع من السوشيال ميديا، لان ده مكان البيع المباشر، الناس دي موجودة عشان انت رايح تبيع لهم. فمحتاج يكون عندك خلفية شوية عشان تدخل في المواقع، يعني خلفية عن الشغل وخلفية عن التعامل اونلاين. بتعرف يعني يفضل طبعا الانجليزي بتاعك يكون كويس، عشان اغلب التعامل بتاعك هيكون يعني بالانجلش مش بالعربي. حتى المواقع اكترها اصلا بتكون يعني اجنبية مش عربية. برضو بنتعامل مع عملاء من بره مصر، انت بتسجل عربي عادي، ولكن العملاء مش شرط بس ان هم يكونوا عرب او مصريين، لا في اجانب عادي جدا. محتاج يعني يكون عندك خبرة في التفاوض، ازاي تحط تسعيرة، دراسة المنافسين، الحاجات دي كلها. فلو انت لسه مش يعني انت مش عارف اي حاجة في الحاجات دي كلها وعاوز تبدأ تاخد فكرة بقى، انا لسه بقول بسم الله وهبدأ في المجال نفسه، يبقى انا محتاج اشوف كل السوق محتاجه ايه ده وابدأ فيه بقى واحدة واحدة. محتاج اولا، اهم من التقنيات واهم من المايك واهم من كل ده، انت ادرب صوتي، ده رقم واحد يكون تمام. ادرب الاداء بتاعي على كل نوع من انواع الفويس اوفر، اسمع كتير اولا، ادرب ودني، ابدا ادرب كتير كاداء، واجرب بكذا يعني كذا سامبل على كل نوع، على حتى على مثلا لو عندك اداء واحد او يعني اعلان واحد مثلا اعمله بكذا طريقه. ممكن في البدايه تحس ان انت بتقلد الناس اللي انت بتسمعهم، اوكي، بس شويه شويه هتبدا ان انت تحط الشخصيه بتاعتك في الاداء بتاعك. مفيش مشكلة لو انت اتعرضت لموضوع ان انت بتقلد، ما تقلقش من النقطة دي. وجه الاداءات بتاعتك لحد محترف ان هو يسمع الاداء بتاعك ويقول لك رأيه فيديك نصايح وهكذا. تالت حاجة، جرب ودوس وما تقلقش، ما تقلقش ان ادائك وحش او انا مش نافع في المجال او محبط. لو انت بتحب المجال دوس. طب لو انا مش مقتنع بصوتي اصلا من البداية، الصوت بيتحسن وبيتدرب. فأهم حاجة في الحوار ده كله الشغف، أنا بحب المجال ده ومش هسيبه وعاوز أشتغل بيه، هتشتغل بيه. تمام، يعني فهو زيه زي أي مجال تاني. المجال من بره يبان سهل، ولكن هو حرفيا مش سهل أبدا، لأن فيه حاجات كتيرة جدا في التقنيات بتاعته يعني انت بتلعب بصوتك، وبتكلم اعمار صوت مختلفه يعني بتكلم جماهير مختلفه ليك، فانت محتاج يعني تفهم التركات اللي في الاداء بتكون عامله ازاي، القفلات بتاعتك عامله ازاي تتخلص من المونوتون. كل الحاجات دي انت محتاج اللي انت تبدا انت تستوعبها. فاولا سمع، ثانيا اداء، 3 تقييم، نبدأ نقيم، بعد كده ندخل في الجزء التقني بتاع الهندسة الصوتية. وما تبدأش تجيب معدات ولا مايكات إلا لما تتأكد من إن أدائك يعني خلاص قرب إن هو تمام وصوتك 100%. والأهم من كل ده اللي انت على يقين إن انت مش هتسيب المجال، حتى لو لسه ما بقتش واو في الفويس اوفر، فقررت ان انت تجيب مايك علشان يشجعك تطلع الأداء الأحلى، فبالتالي انت عاوز حاجة يعني تدخلك في المود، اوكي هاته، بس على يقين ان انت مش هتسيب المجال. يعني انا جايبه ان ده استثماري وانا هفضل مكمل فيه وخلاص، انا مش هسيب المجال ده ابدا. خلصت الجزء التقني بتاع الهندسة الصوتية، ادخل لك بقى اتعلم لك شوية مونتاج كده عشان هتحتاجه في التسويق لنفسك لو دخلت سكة السوشيال ميديا. انا بديك الحقيقة، عشان يعني ممكن حد يقولك
هو صوتك وادائك وبس، ومالكش دعوه باي حاجه تانية، مالكش دعوه بهندسه صوتيه، مالكش دعوه بمونتاج، مالكش دعوه بص، هو الموضوع مش هيجيلك على طبق من ذهب ويقولك اتفضل الشغل جالك، لا، انت هتتعب في مشوارك، ومحتاج في البداية يكون عندك خلفية عن كل حاجة علشان تعرف ان انت تشتغل لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك بعملاء يقولوا لك مثلا تعالى سجل في الاستوديو وخلاص، انت كل اللي عليك الفويس اوفر يعني بمعنى اصح. بس في البداية نصيحتي ليك خد خلفية عن كل حاجة وبالترتيب وبالتدريج. خطوة الكورسات بتتاخد امتى؟ لما اتدربت مع نفسك شوية وبدأت تسمع شوية وعملت حاجات وانت برضه في حاجات مش عارف توصلها، فهنا انا انصحك بخطوة الكورس، وانا بدي كورسز يعني. بس لو انت لسه ابيض في المجال ولسه انا اصلا مش عارفه انا هكمل ولا لا، ما تجيش تاخد معايا كورس دلوقتي. اختبر المجال بنفسك الاول كده، ويعني لقيت نفسك حبه جدا ومحتاج مساعده، تعالى انا هظبطك بقى في كل الحاجات دي، يعني هديك كل الحاجه اللي الشغل محتاجها دي ان شاء الله عندي. بس يعني اتعب انت مع نفسك الاول شويه، اختبر نفسك بحيث ان انت ما تصرفش بقى في كورسز، وما تصرفش في مايك، وما تصرفش في كذا، وفي الاخر تلاقي نفسك انا مش عاوزه اكمل، او دي مش حتتي، ده مش المجال اللي انا عاوزه. بس كده. ولو عندك اي سؤال تاني ابعتولي في الكومنتات وهرد عليكم. لو اول مرة تشوفوني، انا كوتش عايدة، مدربة تعليق صوتي. اشوفكم على خير.